أبي العزيز، نحتفل اليوم ككل سنة بنفس الاعتزاز بذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، وهي مناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل. وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة يحمل مشعلها جيل عن جيل. وقد صدق جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه عندما قال بعد رجوعه من المنفى: إننا رجعنا من الجهاد الأصغر لخوض الجهاد الأكبر. وهو ما أوفى به رفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، الذي كرس حياته لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وها نحن نواصل حمل المشعل لاستكمال الرسالة وأداء الأمانة التي نعتز بتحملها في خدمة شعبنا. شعبي العزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها، وأتمنى دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة. وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سنكلفها قريبا بالانكباب على هذا الموضوع المصيري. وإننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل. ونود أن نؤكد هنا على الطابع الوطني لعمل اللجنة والتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه نموذج مغربي خالص. كما ينبغي اقتراح الآليات الملائمة للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج وينخرطون جماعيا في إنجاحه. وإننا نتطلع أن نشكل النموذج التنموي في صيغته الجديدة قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع، الدولة ومؤسساتها والقوى الحية للأمة من قطاع خاص وهيئات سياسية ونقابية ومنظمات جمعوية وعموم المواطنين. كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة التي حددنا معالمها في خطاب العشر الأخير، مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل. شعبي العزيز، إن الغاية من تجديد النموذج التنموي ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها وتقدم المغرب وتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. والواقع أن الفئات التي تعاني أكثر صعوبة ظروف العيش تتواجد على الخصوص في المجال القروي وبضواحي المدن. هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة. لذا ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي من خلال خلق الأنشطة المديرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة. وفي هذا الإطار يندرج البرنامج الوطني الطموح للحد من الفوارق بالعالم القروي الذي رصد له ما يقرب من 50 مليار درهم في الفترة ما بين 2016 و 2022. كما أن هذه الفئات من جهتها مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي وتحسين ظروفها. ومن بين الوسائل المتاحة لذلك الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية. وبموازاة ذلك يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تعبئتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في مجال الفلاحي. وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى.
بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي. ومن هذا الإطار نشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية. وفي نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى غير الفلاحية كالسياحة القروية والتجارة والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي. وهنا أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب، انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات وفي مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المجتمع مثل البيت متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته. والمغرب ولله الحمد بدأ خلال السنوات الأخيرة يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار. ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها. إنها تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا في النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها. وقد عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه حسب نفس المؤشرات والمعايير المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز. وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم والعمل على تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي. ومن جهة أخرى فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل للجمهورية المتقدمة وللميثاق للا تمركز الإداري من أجل الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن دفع بالعدالة والمجالية. إلا أن الملاحظ رغم الجهود المبذولة والنصوص القانونية المعتمدة أن العديد من الملفات ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع وأحيانا التخلي عنها. وفي هذا الإطار أدعو الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع والانكباب على تصحيح الاختلالات في الإدارية وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي لرفع تحديات المرحلة الجديدة. فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف،
ومن الأخطاء التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار. شعبي العزيز، لقد قامت ملحمة 20 غشت المجيدة من أجل تحرير الوطن واستقلاله، كما تعزز بالجهاد الأكبر الذي نخوضه في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي، وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة. قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطلب من عمل يده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.